السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، سنقوم اليوم بحل تدريبات درس الزهرة والعصفور الدوري. التدريبات من الكتاب. استوعبوا وافهموا. أولا، ماذا تشبه زهرة دوار الشمس؟ الجواب: الشمس. اثنان، لمن توزع زهرة دوار الشمس بذورها؟ الجواب: للعصافير وللإنسان. ثلاثة، ماذا طلب العصفور الدوري من الزهرة؟ الجواب: أن يلتقط بذرة من بذورها. ثانيا، واحد، لماذا سميت زهرة دوار الشمس بهذا الاسم؟ الجواب: لأنها تشبه الشمس. اثنان، لمن أخذ العصفور الدوري البذرة ولماذا؟ أخذ العصفور الدوري البذرة لصديقه. ولماذا؟ لأنه مريض. ثلاثة، ما رأيك بتصرف الدوري تجاه صديقه المريض كما فهمت من النص؟ الجواب: موقف جيد. أصل بين الصفة وصاحبها فيما يأتي. هنا الوفاء. الوفاء ورد في النص أنها من صفات الدوري، أما الكرم فهي من صفات الزهرة لأنها كريمة. الجمال هو من صفة الدوري، العصفور الدوري، لأنه جميل المنظر. أما الشكل الدائري فهو من صفة الزهرة لأن شكلها دائري وتشبه الشمس. خمسة، أكمل بما يناسب. أتعلم من الزهرة فراغ، وأتعلم من العصفور الدوري فراغ. أتعلم من الزهرة الكرمة، وأتعلم من العصفور الدوري الوفاء. ستة، أطرح سؤالا على كل جملة من الجمل الآتية، بمعنى أنه الجواب مكتوب، ولكن سوف نكتب السؤال على نفس صيغة الجواب. فمثلا عندما أقول دخل أحمد إلى الصف، فما هو السؤال الذي سأطرحه؟ من دخل إلى الصف؟ الجواب: دخل أحمد إلى الصف. مثلا يشاهد حسن التلفاز، هذا سؤال، هذا جواب. يشاهد حسن التلفاز. عندما سأطرح السؤال ماذا سأقول؟ سأقول: من يشاهد التلفاز؟ فلنأخذ الجملة الأولى: وقف العصفور الدوري على زهرة دوار الشمس. حسنا، الآن سأطرح السؤال، ماذا سأقول؟ أين وقف العصفور الدوري؟ وقف العصفور الدوري على زهرة دوار الشمس. هذا هو الجواب وهذا هو السؤال. أتجه نحو المشرق في الصباح. هنا الجواب، فماذا سيكون السؤال؟ متى تتجهين نحو المشرق؟ أتجه نحو المشرق في الصباح. جاء الجواب، هذا هو الجواب وهذا هو السؤال. الجملة الأخيرة: يستخرج الإنسان الزيت من زهرة دوار الشمس. هذا هو الجواب، فماذا سيكون السؤال؟ من أين يستخرج الإنسان الزيت؟ يستخرج الإنسان الزيت من زهرة دوار الشمس. هذا هو الجواب وهنا السؤال. اللغة والتراكيب. أضع خطا تحت مرادف الكلمات الملونة فيما يأتي. الوريقات الصفراء، ما معناها؟ الوريقات ما معناها؟ الوريقات الكبيرة، الورقات الكبيرة، الورقات الصغيرة، الورقات المتوسطة. الوريقات هي ورقة، ولكن يختلف حجمها من زهرة إلى زهرة. ففي زهرة عباد دوار الشمس
تعني الورقات المتوسطة لأن ورقاتها متوسطة الحجم، ليست صغيرة وليست كبيرة. ألتقط بذرة من بذورك. معنى ألتقط ما معناها؟ أخذ بسرعة كبيرة، آخذ ببطء، آخذ بسرعة قليلة. الجواب آخذ بسرعة قليلة. الجملة الأخيرة: إلى اللقاء أيتها الزهرة المعطاءة. ما معنى المعطاءة؟ معناها وردت معنا في شرح المفردات وقلنا بأن المعطاءة هي الكريمة. أرتب الأحرف الهجائية بحسب تسلسلها ثم اقرأ. هذه هي الأحرف، أحرف اللغة العربية أو الأحرف الهجائية، عددها 28 حرفا. سنرتبها الآن. هي مكتوبة ولكنها بشكل غير مرتب حسب تسلسلها. سنكتبها الآن بشكل متسلسل: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طه ظ عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه هي الأحرف الهجائية أو الأحرف اللغة العربية، وعددها 28 حرفا. أصل بين السبب والنتيجة فيما يأتي. يحرث الإنسان الأرض ويعتني بها، فتنبت الأرض الزهرة ومزروعات كثيرة. نصل الجملة الأولى بالثانية هنا. تمد الأرض الزهرة بالغذاء، فتعطي الزهرة الأرض الجمال والسماد. وبهذا نكون قد انتهينا من حل التدريبات اليوم.